اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. حبايبي عاملين ايه النهارده بقى مع بعض؟ اكلنا ايه اليوم؟ تعالوا نشوف. النهارده عندنا خضار مشكل زي ما انتم شايفين، كوسه، بطاطس، وكمان البسله والبصل. كده ده ده الخضار بتاعنا المشكل. وهنعمل كمان طاجن لسان عصفور، بيبقى جميل جدا وحلو قوي. اول حاجه احنا غسلنا الكوسه وقطعناها زي ما انتم شايفين، وبعد كده نحطها في قلب الحله بتاعتنا. انا بحب اعمل الاول في الحله وبعد كده بحط بقى عندك اي برام اعملي فيه، اي طاجن تحطي فيه بيبقى برده حلو. بس انا بدي بحطها في الحله الاول عشان بس اللحمه تاخد استوى معاها. تمام. وانا كان عندي لحمه رقبه وحطيتها دلوقتي في قلب على النار، بتستوي نص سلقه، يعني بسويها نص سلقه بس. يبقى كده حطيت الكوسه، البسله اللي احنا فرزناها مع بعض، بصوا الحاجه بتنفع ازاي، البطاطس، تمام، الطماطم اللي ضربناها في الكبه. طبعا انا مش عايزاها ان انا في الخلاط تبقى معموله قوي، لا احنا عايزينها تكون حتت صغيره كده. نحط التوابل بقى، فلفل اسود، بهارات، 7 بهارات، والفلفل والملح، ونحط ونقلب كده مع بعض تقليبه حلوه. وبعد كده بحط مكعب زبده صغير كده معاها، بيديها برضو حاجه كده جميله كده وطعم جميل. كده اللحمه خدت نص سوا شويه، سبتها على النار شويه صغيره طبعا اهو. اللحمه بتاعت الرقب بتبقى جميله قوي قوي، ان كان اللي هو الخروف الضاني يعني، او اللي هو بالعجل. تمام. نحط بقى الشوربه، شويه شوربه، واسيبها على على النار تاخد كام بقى غلوه كده مع نفسها، وتشوفوها برضو بعد ما تستوي. خليكم برضو معايا عشان تشوفوا لحظه بلحظه. كده الطاجن او دخل، اول ما يدخل في السوا بس بغطي عليه. شايفين؟ بصوا المنظر، شايفين؟ بصوا انا بدمس فول يا جماعه، شايفين؟ بصوا منظر الفول. طبعا انا بدمسه. تعالوا بقى نعمل لسان عصفور. وادي كمان عملنا كمان الجلاش واحنا واقفين كده، هو الاكل بيستوي كده. ينفع ان احنا ما نعملش حاجه حلوه؟ طبعا ما ينفعش، احنا يعني في ايام كلها صيام، وكلها ايام يعني لازم ان احنا نعمل الحاجه الحلوه، لازم. تعالوا بقى نعمل يلا مع بعض لسان عصفور. اول حاجه انا قطعت بصلايه وحطيت مكعب زبده، وهقلب وشويه زيت صغير، ونقلب لغايه لما البصله تصفر. ننزل على طول لسان عصفور. نزلت كده بقى بلسان عصفور، نقلب لغايه لما لسان عصفور لونه يحمر، ياخد اللون الذهبي الغامق. وبعد كده انا بشرت طماطمتين عشان نحطهم عليه. بصوا اللون بقى عامل ازاي. طبعا هو لسه برضو فاتح، اول ما يغمق شويه نحط على طول الطماطم اللي احنا بشرناها مع بعض. تمام. ننزل كده بقى بالطماطم زي ما انتم شايفين. نحط بقى مرق الدجاج، واحط الشوربه واللحمه معاها برضو. هنا انا خليت اللحمه برضو استلقت، نحطها برضو مع لسان عصفور. زي ما انتم شايفين حطينا اللحمه وحطينا الشوربه. نحط بقى معلقه وحطيت مرقه الدجاج، نحط معلقه فلفل اسود والملح كده، ونقفل بقى على كده عشان لغايه لما يستوي وتشوفوا منظره هيبقى عامل ازاي، عشان لما نصبه في قلب الطاجن. يلا العسل على طول. شايفين الجلاش؟ شايفين الريحه؟ اللي شامم يقول انا شامم الريحه يا ياسمين. شايفين؟ يلا تعالوا اتفضلوا معانا. كده خلصنا الاكل بتاعنا النهارده، الطاجن وكمان الحلو بتاعنا.
لو عجبك بقى ما تنسيش السبسكرايب ليوميات مطبخ الياسمين، وقولي لي رايك وتعليقاتك في اكلنا النهارده الايه البسيط ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع احلى متابعين في الدنيا.